الإصابات بتاعة العضلات بتحصل ما بين لاعبين السباحة بصورة كبيرة جدًا، وده تقريبًا علشان الاستخدام الزايد للعضلات دي أو المفصل بتاع الكتف مثلًا، وطبعًا منطقة الكتف دي أكتر منطقة بييجي لها إصابة علشان تقريبًا أنت بتستخدم منها 90% في العوم بتاعك، وخلّي بالك برضه ده ما يمنعش إن أنت كسباح ممكن ييجي لك برضه إصابة في منطقة الكور أو في منطقة الركبة، لأن الحاجات دي برضه بتتطبق كده ضمن حاجة اسمها prevention strategies أو استراتيجيات منع الإصابة، ودي الحاجات طبعًا اللي لازم تتعلمها كسباح أو كمدرب علشان ما تأذيش اللعيب بتاعك أو ما تأذيش نفسك. لو أنت ما تعرفنيش فأنا محمود الحسيني ودي قناة موفا فيتنس، إحنا في القناة دي بنتكلم عن أي حاجة بتخص الرياضة، سواء بقى تغذية أو إصابات أو حتى تدريب، أي حاجة أنت عايزها في الرياضة هتلاقيها في القناة هنا. والنهارده بقى هنتكلم عن إصابات مفصل الكتف خصوصًا في السباحة، فيلا بينا. طبعًا الكلام ده من كتاب The Science of Swimming Faster. الكتاب ده مهم جدًا وفيه زي كده chapter بيتكلم عن إصابات مفصل الكتف خصوصًا للسباحين، فأنا هاحاول ألخص لك الدنيا دي على قد ما أقدر، وأخدت منه الحاجات المهمة بحيث إن أنت تطلع مستفيد جدًا بالفيديو ده. وطبعًا أنت هتعرف من خلال الفيديو ده إيه هي إصابات مفصل الكتف وبتيجي إزاي للسباحين، وإزاي إن أنا أقدر أعمل لها prevention أو تقويات مثلًا عامةً حتى لو جات لي إصابة، وإزاي إن أنا أمنعها من إن هي تحصل من الأساس. لو أنت عندك سباح شاكك إن هو مثلًا ممكن ييجي له إصابة في الكتف، بيعوم كده مثلًا ومرة واحدة كل شوية يقول لك أنا كتفي واجعني ومش قادر، فالمؤلف هنا بيقول إن في حاجة اسمها initial evaluation أو التقييم المبدئي، زي مثلًا إن أول حاجة أنت لازم تعرف التاريخ بتاعه، سواء هو كان عنده إصابة قبل كده والّا لأ، سواء إن هو كان محمل على جسمه والّا لأ، أو حتى ممكن يكون عنده متلازمة التدريب الزايد اللي هي الover training syndrome، فكل ده هيفرق معاك في تحديد الإصابة سواء هي عنده أو لأ. تاني حاجة بقى إن أنت لازم تعمل له تقييم مخصوص على مفصل الكتف، يعني مثلًا التقييم ده بيشوف فيه توازن ما بين العضلات أو لأ، مفصل الكتف ضعيف أو حالته كويسة، كل الحاجات دي بتبقى ضمن التقييم بتاعك، وطبعًا في اختبارات مخصوصة للموضوع ده أنت تقدر تطبقها علشان تعرف في ألم في مفصل الكتف أو مثلًا في مرونة كويسة أو range of motion اللي هو مدى حركي أو لأ. وخلي بالك السباح تقريبًا بيعمل حوالي 500,000 حركة على كتفه في السيزون الواحد، يعني أنت متخيل إن هو مثلًا لو بيعوم دولفين أو حرة أو باك أو حتى بريست ممكن يكرر الحركة دي 500,000 مرة في السيزون الواحد بس، فطبعًا ده ممكن يؤدي لحاجة اسمها overuse injury ودي اللي هنتكلم برضه عليها في بقية الفيديو. أما بقى تالت حاجة إنك لازم تقيم منطقة الكور. طب ثواني إحنا بنتكلم عن الكتف دلوقتي، إيه علاقة الكور بالموضوع؟ الكور ده مهم جدًا لدرجة إن هو أنت بتاخد القوة بتاعتك وأنت قايم منه، فلو أنت ما عندكش عدم توازن في الكور أو عضلاتك ضعيفة ده ممكن يؤدي على الإصابة في المدى البعيد، فالمنطقة دي مهمة جدًا ولازم تهتم بتقييمها كمدرب. وطبعًا رابع حاجة إنك لازم تفهم التكنيك بتاع كل عومة، لازم تتفرج على فيديوهات كتير، لازم تقرا عن التكنيك كتير علشان من الآخر كده أنت تقدر تطلع السباح ده اللي بيعوم بتكنيك وحش والسباح التكنيك بتاعه كويس. وخلي بالك التكنيك ده حتى مهما أنت كنت بطل عالم أو بطل أفريقيا أو أيًا يكن، التكنيك ده مهم جدًا وهيقيك من إصابة بصورة كبيرة جدًا، ده غير برضه إن هو هيحسن أدائك في المَيّة. لو انت مثلا مدرب وبتمرن اي سباح مره واحده كده مثلا واحد ينط لك في الفرقه او في التمرين يقول لك كابتن انا كتفي وجعني وانت تقول له مفيش مشكله كمل اي حاجه ماشي، احنا لازم ندوس على الولاد شويه وكل حاجه او السباحين، بس لازم برضو في نقطه هنا تقف فيها لان ده ممكن يكون مدخل كده لحاجه اسمها الاوفر يوز انجري. زي ما احنا قلنا ان انت بتعمل تقريبا حوالي 500,000 ريبيتيتيف موشن او حركه متكرره على مفصل الكتف في السيزون الواحد. لو الكتف بتاعك او العضلات بتاعتك مش قويه للدرجه الكبيره دي ممكن يجي لك حاجه اسمها زي ما قلنا اوفر يوز انجريز، ودي طبعا بتكون في مفصل الكتف على طول. وطبعا لو انت عندك مشكله تشريحيه في العظم بتاعك او في عضلاتك عامه او عندك عدم تناسق في العضلات وعدم اتزان فيها فده هيزود لك الالم وهيجيب لك الموضوع اسرع بكتير. والعضلات اللي احنا بنتكلم عليها دي المفروض يكون فيها توازن هي عضلات الروتيتور كاف. احنا اتكلمنا قبل كده عن اول فيديو عملناه في القناه عن ايه هي عضلات الروتيتور كاف دي اساسا، بس باختصار كده ان دي العضلات اللي بتثبت مفصل كتفك. ولنفترض ان ده مفصل كتفك وده دراعك، العضلات دي او مفصل كتفك ده بيمسك في العضد اللي هو الجزء ده بطريقه كويسه جدا، واللي بيقوي او اللي بيحيط الموضوع ده هم الاربع عضلات بتوع الروتيتور كاف اللي هم طبعا السوبرا سبايناتوس والانفرا سبايناتوس والتريز ماينور والساب سكابيولاريس. اسامي غريبه صح؟ ما علينا.
خلي بالك برضه العضلات دي بتشتغل بنسبة كبيرة جدا وانت عايم. انت مثلا لما تيجي تعوم حر او دولفين بيبقى عندك عضلتين او 3 عضلات كبار شغالين، زي مثلا الليتسمس دورساي او البكتيرياليس ميجور، او عضلة صغيرة كده شوية اسمها السورايتس انتيريور اللي هي بتبقى هنا. العضلات دي بتبقى شغالة معاك، بس برضه ده ما يمنعش ان عضلات الروتيتور كاف دي مش بتشتغل. يعني انت مثلا المفروض الحاجات دي مفيدة في عملية السحب او الدفع وانت عايم، وعلشان كده عضلات زي السابسكابيولاريس والتريز ماينور بيبقوا شغالين معاك. العضلتين دول بقى طالما هم شغالين معاك فهم معرضين للإجهاد زي باقي العضلات التانية، وطالما بقى العضلتين دول اتعرضوا للإجهاد فطبعا هيحصل لك إصابة بصورة كبيرة جدا. هو أنا مش بقول إن تعريضك للإجهاد دي حاجة وحشة أو خالص، لأ، بس لازم برضو تنمي العضلات دي علشان تبقى عندها القابلية إن هي حتى وهي مجهدة ما يجيلهاش إصابة أو ما تأذيش مفصل كتفك. وللأسف بقى لو السباح حس بألم في كتفه فللأسف التكنيك بتاعه هيتغير مع حدوث الألم عنده. لو كان بيقوم بتكنيك مظبوط أول ما يحس بألم هتلاقي التكنيك بتاعه اتغير ممكن 180 درجة، وده طبعا بيزود حدوث الإصابة هنا. وطبعا معظم الإصابات اللي هي بتبقى عند مفصل الكتف نتيجة الأوفر يوز انجري دي اللي هو بيبقى التهاب مفصل الكتف أو التهاب في عضلات الروتيتور كاف، وده طبعا بيكون النتيجة بتاعتها الراحة وإن أنت تنمي العضلات دي. فأنت بس لو جبت أستك زي اللي قدامك ده واتمرنت بيه تمارين زي اللي أنت هتشوفها قدامك دي دلوقتي، يعني مثلا بتعمل تمرين زي ده 3 في 15 مرة كل يوم قبل ما تنزل التمرين، هيساعدك كتير جدا. او مثلا بتعمل تمرين زي التاني اللي انت شايفه قدامك ده بعد التمرين برضو هيساعدك بصورة كبيرة جدا ان انت تنمي عضلاتك. ده مش بس كده، ده كمان حتى وانت عايم لازم تحافظ على التكنيك بتاعك المظبوط علشان ما يحصلكش اصابة. وكمان افتكر ان التكنيك المظبوط ده هيحميك من حاجات كتيرة زي الاصابة وهيحسن لك ادائك وسرعتك في المية. ما تقلقش، هي مسألة وقت بس قبل ما تتعود على التكنيك ده علشان جسمك مش بيبقى متعود على العضلات ان هي تشتغل بالصورة دي. فاهم حاجة ان انت تتمرن بصورة كويسة. وكمان انت لمدرب ما تتكش على اللعيب بتاعك. في ناس بتهزر وبتستعبط في المية يقول لك انا كتفي وجعني عشان عايز يريح، بس في نفس الوقت برضو لازم تخلي بالك علشان السباح معرض للاوفر يوز انجري دي على طول. وبس بقى احنا كده وصلنا لاخر الحلقة بتاعتنا. ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعمل شير ولايك برضو للفيديو، واشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.